السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل حلو سهل وسريع ومش هياخد في ايدك 10 دقايق. هو الليزي كيك هنعمله بدون بيض، بدون فرن، بدون سكر، بدون اي حاجة. انت ممكن من كتر سهولته تعمليه كل يوم. لو جايلك ضيوف في 10 دقايق هتكوني عاملاها ومش مكلفة خالص. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل الليزي كيك ازاي. لو اول مرة تشوفيني انا اميرة كرم، شرفيني بالاشتراك في القناة وما تنسنيش في لايك ومشاركة للفيديو. اول حاجه نحضرها معانا هي البسكوت. انا جبت علبه صغيره، انت ممكن تجيبي علبه صغيره، ممكن تجيبي علبه كبيره حسب حجم الصينيه اللي انت عايزه تعمليها. هتجيبي البسكوت على قدها. هتجيبي اي نوع بسكوت ساده انت بتحبيه، بس بلاش تيجي جنب البسكوت النواعم عشان بيتهري معاكي بسرعه. احنا نفضي العلبه بتاعتنا كلها ونكسرها بقى حتت صغيره كده. خلاص احنا جهزناه، نركنه على جنب وهنبتدي نحضر صوص الشوكولاته اللي احنا هنقلب البسكوت فيه. هنجيب كوباية من السكر، أي نوع سكر عندك غامق أو فاتح. هنحط عليها 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغامق الأسباني. ندي تقليبة حلوة كده للسكر مع الكاكاو عشان نفك أي تكتلات من الكاكاو مع السكر. خلاص قلبناه كويس قوي. هننزل عليه بكوباية من المية العادية خالص، بس مش هننزل بيها كلها مرة واحدة، هننزل بيها بالتدريج عشان ندوب معانا السكر كويس جدا ونفك أي تكتلات من الكاكاو. بصي، حبة صغيرين ونقلب، حبة صغيرين ونقلب لغاية ما نخلص الكوباية بتاعتنا كلها. هنبتدي نرفعها على نار متوسطة برضو مع التقليب المستمر لغاية لما ندوب كل السكر اللي معانا وتوصل لدرجة الغليان. أول ما تغلي معانا نرفعها من على النار ونبتدي نحط لها معلقة كبيرة أو معلقتين كبار من الزبدة. نقلب بسرعة لغاية لما الزبدة تدوب معانا تماما في خليط الشوكولاتة بتاعنا. خلاص كده صوص الشوكولاتة بتاعنا بقى جاهز. هنبتدي اللي احنا نحط عليه كيسين من الفانيليا ونقلبها بسرعة، هتدينا ريحة وطعم جميل جدا للبسكوت بتاعنا. هنصب الشوكولاته بتاعتنا في الكوبايه ونركنها على جنب عشان تبرد معانا نوعا ما. مش هنسيبها لغايه لما تبرد معانا قوي وما تبقاش برضو سخنه معانا قوي، يا دوبك تكون كده متوسطه. كده جهزنا البسكوت وجهزنا الصوص بتاع الشوكولاته. هنبتدي نعمل الشوكولاته اللي نغطي بيه الليزي كيك بتاعتنا من فوق. في حله صغيره معانا هنبتدي نحط نص كوبايه من الميه، هنضيف عليها ربع كوبايه صغيره من الزيت النباتي، هنضيف عليها 3 معالق كبار هرميين من الكريم شانتيه الخام المتحده، نوع جميل جدا في الكريمه هيخلي طعم الشوكولاته بتاعتك حلو قوي. هنقلب كله على البارد لغايه لما الكريم شانتيه بتاعنا يدوب كويس قوي. كله كده على البارد ونرفعه على النار لدرجه الغليان. اول ما يغلي معانا هنرفعه طبعا من على النار تاني ونبتدي نحط عليه الشوكولاته بتاعتنا. هنجيب شوكولاته دريم الفاتحه بالحليب، مش هنجيبها الدارك الغامقه. الدارك بتحس اللي هي من غير سكر كده، السكر بتاعها قليل وبتكون غامقه معاكي شويه، فاحنا عايزين نجيبها الفاتحه اللي بالحليب. هنكسرها حتت صغيره ونبتدي ان احنا نحطها في الخليط بتاعنا ونقلب كويس جدا بسرعه لغايه لما الشوكولاته بتاعتنا هتدوب معانا. احنا لغايه دلوقتي ما حطيناش سكر خالص لان الشوكولاته بتاعتنا مسكره واحنا مش عايزين البسكوت بتاعنا يبقى مسكر قوي. خلاص كده الشوكولاته بتاعتنا بقت جاهزه معانا، نركنها على جنب لغايه لما تبرد معانا برضو نوعا ما تبقاش سخنه قوي وما تبقاش ساقعه قوي عشان نعرف ان احنا نفردها على البسكوت بتاعنا. هنجيب البسكوت ونبتدي نحضر الكيكه بتاعتنا. هنصب الشوكولاته بتاعتنا على البسكوت، هتكون دافيه معانا مش هتكون بارده عشان تطر البسكوت معانا شويه. ونبتدي اللي احنا نقلب كده على طول، مش هنصب الشوكولاته بتاعتنا كلها مره واحده عشان ممكن البسكوت بتاعنا يبقى طري معانا قوي. فاحنا هنصب شويه ونقلبها ونشوف لو محتاجه نحط تاني، لو مش محتاجه كده خلاص. صبيت الشوكولاته بتاعتي لقيتها مش محتاجه وقلبتها بقت جميله جدا معايا ومظبوطه جدا معايا. هنبتدي نجيب صينيه البايركس الصغيره. انت لو عندك اي صينيه صغيره على قد البسكوت اللي انت هتعمليها حسب كمان حجم ارتفاع الكيك اللي انت عايزاها. انا عايزاها تكون سمكها خفيفه مش كبيره قوي او مش عاليه قوي. حطيت البسكوت بتاعي وسويته على قد ما اقدر. عايزه وش البسكوت بتاعي يبقى كله ناعم، مفيش حته عاليه او حته واطيه، عشان لما اجي اصب الشوكولاته عليها من فوق برضو تبقى كلها سوا واحد، ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. صبيت الشوكولاته ونحطها في التلاجة لغايه لما تمسك نفسها تماما معايا. هنبتدي نحضر الكريمه اللي هنغطي بيها الشوكولاته. جبت كوبايه من الكريم شانتيه الخام، هنحط عليها فنجان صغير من الميه المتلجه
من غير اي سكر عليها، ونبتدي اللي احنا نضربها كويس جدا لغايه لما تتقل معانا. ما تزوديش ميه كتير عشان ممكن الكريمه تخف منك، ما تعرفيش ان انت تظبطيها. حطي حبه ميه صغيرين واضربي، حبه ميه صغيرين واضربي لغايه لما تظبط معاكي. اتظبطت معايا، هنبتدي نحلي الكريم شانتيه بتاعنا بالشوكولاته. الشوكولاته اللي بقت مننا اللي احنا غطينا بيها البسكوت بتاعنا هنبتدي نحطها على الكريمه ونرجع نضربها تاني. هتدينا لون الشوكولاته الجميل وطعمها يبقى حلو وهتسكرها معانا. اديتنا اللون النسكافيه الحلو اللي احنا بنحبه، وطعمها بجد بقى معانا تحفه. طلعنا صينيه الكيكه بتاعتنا من التلاجة، الشوكولاته مسكت نفسها. زي ما قلت لك انت ممكن تستكفي بس بالبسكوت والشوكولاته اللي احنا حطيناها عليها، هتبقى برضو طعمها جميله جدا معاكي. هنبتدي اللي احنا نعمل وردات كده فوق الشوكولاته بتاعتنا داير ما يدور لغايه لما نخلص الصينيه بتاعتنا كلها. اديتنا شكل جمالي حلو قوي، وبجد طعمها حلو جدا. زي ما قلت لك لو عندك ضيوف ومستعجله ممكن ان انت تعمليها في ثواني، مش هتاخد معاكي وقت. تعمليها كده وانت قاعده لاولادك، جميله جدا ومش مكلفه خالص، وبرده شكلها حلو قوي. طبقه البسكوت مع طبقه الشوكولاته مع الكريمه، حاجه كده بجد تحفه. خلاص خلص معانا الليزي كيك كده، طعمه وشكله بجد حلو قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسي لي لايك واعملي لي مشاركه للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.